تخيل معايا مكان على كوكب الارض لا البشر ولا الحيوانات يقدروا ان هم يعيشوا فيه، مكان كده مليان الغاز وظواهر غريبه، لا اشارات ولا اتصالات موجوده فيه. حتى الطيور لما بتخش المنطقه دي بتفقد البوصله اللي في دماغها. اهلا بكم في حزام الصمت، اغرب واخطر منطقه في العالم. حزام الصمت ده موجود في شمال المكسيك، تحديدا في قلب صحراء مبني. المنطقه دي بتمتد ما بين ولايه تشيهواوا ودورانجو وكواهويلا، ويا رب اكون نطقت الاسماء صح. المنطقه دي ما فيهاش اي نوع من الاتصالات، ولا شبكات موبايل ولا راديو ولا حتى GPS، وكانك دخلت بعد موازي تاني تماما. وده اللي خلى العلماء ان هم يحتاروا في تفسير الظاهره الغريبه دي. سنه 1970 كانت امريكا بتجرب صاروخ اسمه اسينا من قاعده جويه في جرين ريفر. المفروض ان هو كان يقع في صحراء وايت ساندرز في نيو مكسيكو، لكن فجأة خرج عن السيطرة ووقع في منطقة حزام الصمت. الحكومة المكسيكية سمحت لفريق أمريكي إنه يخش المنطقة عشان يقدروا إن هم يرجعوا حطام الصاروخ، ومن هنا بدأ الغموض. فريق العلماء اللي دخلوا المنطقة لاحظوا حاجة غريبة جدا، كل الأجهزة اللي كانت معاهم وقفت تماما عن العمل، الإشارات كلها كانت شبه ميتة، كأن في مجال مغناطيسي قوي بيمنع أي اتصال. وبعد كده طلعوا تقارير عن حاجات أغرب بكتير. العلماء اكتشفوا إن الأرض هناك مليانة معادن غريبة، خصوصا المغناطيت اللي معروف بقوته المغناطيسيه العاليه، وده ممكن يفسر ان المنطقه بتجذب النيازك بشكل غير طبيعي. تخيل ان في نيازك ضخمه وقعت في المنطقه ديت على مدار سنين، واحد سنه 38 واحد سنه 54 واخر واحد كان سنه 69 قبل حادثه صاروخ اسينا بسنه واحده بس. وكأن المكان مغناطيس فضائي بيشد الاجسام الغريبه من السماء. لكن الغرابه ما وقفتش هنا. عايز اقول لك يا صديقي ان الحيوانات اللي بتخش المنطقه بتموت فجاه بدون اي تفسير علمي واضح. الطيور اول ما بتخش المنطقه دي بتقعد تلف في دوائر لحد ما تفقد او تتوه بمعنى اصح وتقع ميته. في ناس بتقول ان في اشعاع او حاجات غريبه في الارض بتاثر على الكائنات الحيه، لكن الحقيقه لحد النهارده ما فيش اي حد قدر يطلع لنا تفسير نهائي واضح. الحكومه المكسيكيه حاولت انها تدرس المكان اكتر، بس السكان المحليين كان عندهم قصص تانية. في بعض اجزاء المنطقه تقدر تلاقي نقوش غريبه محفوره في الصخور، اشكال ورموز مش مفهومه وكانها من حضاره قديمه جدا، والرموز دي كانت مترتبه بترتيب معين. ناس كتير كانوا بيعتقدوا ان المكان ده كان فيه سكان من زمان، بس السؤال اللي بيطرح نفسه مين اللي كان عايش هنا ويا ترى اختفوا فين؟ لو كنت فاكر ان الموضوع انتهى لحد هنا استنى، لان كل ليله الناس بتشوف اضواء غريبه في السماء، مش مجرد انها شهب عاديه، ده اضواء بتتغير بسرعه وبتغير اتجاهها فجاه. وفي بعض التقارير كانت بتقول ان في بعض الشجيرات في المنطقه كانت بتتحرق فجاه بدون اي سبب او تفسير واضح. والاغرب ان في شهود اكدوا ان هم شافوا اجسام طايره غريبه بتظهر وتختفي في السماء فجاه. لكن اكتر حاجه خلت ان الناس تصدق ان المكان ده مش طبيعي، وان في بعض الناس قالت واكدت ان هم لا شافوا ناس شكلهم غامض كده. في صيادين ورحاله قالوا ان هم قابلوا ناس غريبه الشكل، شعرهم اشقر وبشرتهم فاتحه وكانوا بيتكلموا اسباني بطلاقه. لكن اللي زود الرعب اكتر ان كل ما حد يسالهم انتوا جايين منين بيردوا يقولوا لهم من فوق، وبعدها يختفوا من غير اي اثر. السكان المحليين عندهم قصص كتيره عن حاجات غريبه حصلت في المنطقه، بعضهم بيحكي عن رحاله اختفوا بدون اي اثر، في بعض اللي بيدعوا هناك بيقولوا ان هم بيحسوا ان في حد بيراقبهم، وناس تانية شافت كرات ناريه بتتحرك ما بين الجبال وكانها اضواء ذكاء اصطناعي مش طبيعيه. في ناس من السكان بيقولوا ان هم بيفقدوا ساعات من وقتهم بدون تفسير، كأن الزمن وقف بيهم. بعد حادثه الصاروخ امريكا بعتت علماء وخبراء عشان يحققوا في المكان، عملوا معسكر كامل هناك، بنوا مختبرات وسكه حديد مؤقته ومدرج طيران صغير كده. لكن فجاه بعد ما انتهى التحقيق كل حاجه اختفت، ولا في اثر للصاروخ ولا في اثر لاي حاجه كانت من المختبرات والسكك الحديد ومدرج الطيران الصغير. زي ما تقول كده الارض اتشقت وبلعت، وممكن يكونوا كانوا عايزين يخفوا اي دليل عن اللي بيحصل في المنطقه. في النهايه زي ما الصمت بيفضل اغمض الاماكن اللي موجوده على كوكب الارض. هل هو ظاهره طبيعيه بسبب المعادن والمجال المغناطيسي، ولا في سر اكبر مستخبي ورا المكان ده؟ حقيقه لسه سر كبير. ايه رايكم؟ هل المنطقه دي فعلا طبيعيه ولا مخبأ لحاجات احنا لسه مش مستعدين نعرفها؟ وبالمناسبه لما بحثت في الموضوع اكتر وانا بدور يعني على المصادر بتاعه القصه، اكتشفت ان المنطقه دي اسمها حزام الصمت، وحزام عشان هي على نفس خط العرض اللي فيه مثلث برمودا والاهرامات، سميت بالصمت عشان منطقه ساكته جدا ما فيهاش اي صوت. ما تنساش تقول لي رايك ايه في المنطقه دي، هل اللي بيحصل فيها ده طبيعي ولا لسه في اسرار اكبر من كده؟ هسيب لك لينك المصادر اللي انا جايب منها القصه دي في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.